الأخ ركان اسم رباعي مساعف إسماعيل اقتشاف. ركان مساعف إسماعيل اقتشات. أهلا وسهلا فيك. كان هو بطل هذا الأمر اللي حدث عندنا في حي نزال. هذا المكان اللي حاول قدر الاستطاعة مع تدفق المياه هو ومجموعة شباب 6 شباب كانوا معاه، استطاعوا أن ينقذوا 6 أشخاص من الداخل. وركان حاول أن يضرب المكان هذا. احكي لهم يا ركان شو صار معك؟ والله نزلنا كان اصوات وصراخ والعالم تصور الجيران. نزلنا والله كل الحاره كانت وما قصرت الشباب. وسمعت انا اكثر من عائله انقذوا. كانوا كثار كنا واقفين هنا عارفين الدنيا. اجينا فكرنا ايش نسوي، فقلت لسه المي نازله وبتزيد بتزيد يعني صارت تطلع اخر لحظه اجينا جبنا شكوشه وقعدنا نحفر بهذول شلنا. الحمد لله طلعت بخير وسلامه. الحمد لله. انت بتعرف انه الشريط عدد المشاهدين له اكثر من 3 مليون مشاهد. شافوك وانت بتنقذ العائله انت والشباب كلهم حقيقه وصلوا لنا تحيه لك يا ركان. الان سيتم تكريمك من عده قنوات ومؤسسات، والان نحن بتواصل مع الديوان الملكي من اجل تكريم اخونا ركان والمجموعه اللي معه الذين انقذوا اسره اردنيه من موت محتم. الكل شاهد الشريط، ونريد ان يصل هذا الفيديو الى جلاله الملك حتى يتم استقبال ركان ومن معه باذن الله تعالى في هذا الامر ان شاء الله. واما العائله فستقوم صفحتي صفحه الدكتور عبد الله الشواني بعمل حمله هذا اليوم لهذه العائله لاعاده التاهيل اهم شيء بالكامل. بس يعوضوا الخسائر للجيران، وفيها كم بيت لسه فوق احنا قعدنا اكثر من ساعه احنا باذن الله تعالى. اذا ابو احمد والشباب احصوا لنا الخسائر اللي موجوده، بس يحطوا لنا رقم المبلغ يعني 2000 2500 3000 ايش الخسائر، غير موضوع سكنك انت واولادك. طيب غير موضوع سكنك انت واولادك. لو بتشوفوا كمان كيف وضع الدار، دخلنا مشينا جوا وكمان دخلنا وشفنا قعدنا المنزل هان غرق كامل في المي للاخر. طيب يعني احنا دخلنا عشان نشوف العيله اللي فيه. احنا الان معنيين بحدث حدث على الفيسبوك. تصوير اخت هنا صورت هذا المنزل ولقى انتشار كبير جدا من خلال صفحتنا اللي لقى فيه الانتشار الكبير، ثم انتشر على قناة الجزيرة ليشاهده كل هذا العدد. ونريد أن نوثق الموضوع حتى لا يسبق أحد على هذا الأمر ولا يكون هناك تجاوزات من هنا أو هناك. إذا إن شاء الله بإذن الله تعالى نحصي يعني الإخوة هنا موجودين وفي بين مشايخ أيضا معاهم يحصوا الخسائر بإذن الله تعالى، وبنشوف ايش امكانيه التعويض بالنسبه للمنزل ان شاء الله. طبعا انا سمعت انه ايجار، انت ايجار لعله خير. نتمنى لكم التوفيق. طلعت من هان على دار الجيران وغرقت دار الجيران ومن بعد دار في صوت الجيران كبير انها لو نزل على واحد كان قتل. نزلت على صوت من قوة المي وكل شيء. يعني بدكم تصوير وتشوف الوضع كمان تحت جدا من سيء. الجزيره بدنا تيجي كمان مره فيديو جديد.